تعرفوا في سؤال عمره ما اتسأل لناس كتير جدا: انت عامل ايه؟ زي ما انت عارف بالظبط، الناس دايما بتقولك انت عامل ايه، بتسلم عليك وخلاص. وده مش السؤال العادي، السؤال الحقيقي اللي مستني اجابة بجد. لان اغلبنا لما حد يسألنا عامل ايه بنرد بسرعة، نقول الحمد لله تمام كويسين، حتى لو احنا مش كويسين اصلا. وعارف الغريب فين؟ ان ساعات احنا نفسنا بنصدق الكلمة وبنقنع نفسنا اننا بجد كويسين، رغم ان في حاجات كتير جدا جوانا كل يوم بتقول العكس. واحنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. احنا اتعلمنا من واحنا صغيرين ان القوة انك تستحمل وما تعيطش وما تشتكيش وما تحكيش، وخليك راجل وخليك برضو قوي وخليك مبتسم. ومحدش خالص قال لنا ان الانسان مش آلة. هو محدش قال لنا برضو ان التعب لو ما اتقالش مش بيختفي، هو بيستخبى بس ما بيختفيش. وانا بصراحة زمان كنت فاكر ان اكتر الناس ضحك بجد هم اكتر الناس سعادة. لكن مع الوقت اكتشفت حاجة غريبة جدا: ان في ناس بتضحك علشان محدش يسألها وتقول لهم انت مالك او انت فيك ايه. وفي ناس كتير جدا بتهزر طول الوقت علشان اول ما تسكت هتسمع صوت وجعها بجد. وفي ناس برضو بتفضل وسط الناس مش علشان بتحب الزحمة، علشان بس خايفة انها ترجع البيت وتقعد مع نفسها. تخيل كده معايا شخص كل اللي حواليه شايفينه انسان ايجابي، وهو اللي بيضحك، هو اللي بيضحك الناس، وهو اللي بيهزر، وهو اللي بيهون على كل. لكن اول ما يرجع اوضته بيفضل ساكت ويسيب الموبايل ويفضل يبص للسقف. وفجأة كل الأصوات ترجع ويحس بالقلق، ويحس برضه بالخوف، ويحس بالوحدة، ويحس بالضغط. وكل ده برضه هو الوحيد اللي بيحس بيه. وساعتها بيكتشف ان الضحكة ما كانتش علاج خالص، الضحكة دايما كانت استراحة مش علاج. احنا بقينا بنخاف من ان الناس تشوف ضعفنا. ليه بقى كل ده بيحصل؟ لاننا اتربينا ان الضعف يعني عيب، وان اللي بيقول انا تعبان بيبقى بجد ضعيف. مع ان الحقيقة هنا ان الاعتراف محتاج شجاعة اكتر بكتير من التمثيل. اسهل حاجة بجد انك تضحك قدام الناس، واصعب حاجة انك تقول انا مش بخير. انا فاكر مرة حد سألني قبل كده وقال لي انت كويس؟ قلت له ومشيت. بس برضه حسيت بعدها بدقايق فضلت افكر كتير جدا: هو انا ليه قلت ساعتها؟ هو انا اصلا فعلا كنت كويس، ولا دي اجابة وخلاص؟ لكن يمكن كنت خايف بجد من الإجابة الحقيقية، وخايف إنه لو عرف مش هيعرف يساعد، أو يمكن خايف أبان ضعيف، أو يمكن اتعودت على الإجابة دي وإن كل حاجة جوايا أفضل محتفظ بيها لنفسي. بس خليني أقولك حاجة مهمة جدا: إحنا مش بنحتاج كل الناس تفهمنا، لكن كل إنسان محتاج شخص واحد بس يعرف يقول قدامه أنا تعبان بجد، من غير ما يخاف ساعتها، ومن غير ما يحس بقلق، ومن غير ما يحس بخوف. لأن الإنسان لما يشيل كل حاجة لوحده بيبدأ ساعتها يفتكر إن ده طبيعي، ومحدش بياخد باله إن كل يوم بيتقل أكتر عن الأول. وعارف المشكلة فين؟ إننا بقينا نقيس نفسنا ونقيس الناس بشكلها الطبيعي مش شكلها الحقيقي. اللي بيضحك بيبقى مبسوط، واللي بينزل الصور يبقى عايش أحسن عيشة، واللي بيختلف كتير بيبقى يحس إن هو ناجح. لكن الحقيقة إن في معارك كتير جدا محدش بيشوفها، وفي ناس بتحارب وهي مبتسمة، وفي ناس بتقاوم كل يوم ومحدش عارف عنها أي حاجة. مش كل ابتسامة دليل راحة، أوقات بتكون قناع كبير جدا عن المشكلة الحقيقية علشان بس محدش يشوف الوجع الحقيقي. ويمكن في حاجات كتير جدا اتعلمناها غلط، ومنها إن اللي بيضحك أكيد مرتاح، ومع إن الحقيقة من الإنسان المبتسم علشان يعرف يكمل يومه مش أكتر من كده. ويمكن المرة الجاية لما حد يسألك يقولك انت عامل ايه، جاوب الإجابة الحقيقية بجد، وما تخافش من أي حاجة، وما تحسش بأي قلق. ولو حد سألك بجد من قلبه وقالك أنت كويس، ما تخافش ساعتها، وإنك تقول لأ. يمكن دي تكون أول خطوة للراحة الحقيقية ساعتها. وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها نهائي. فأشوفكم في الحلقة الجاية، سلام.